أريد تسولفي لي على فطيم البشر، وشنو فطيم البشر، وش كتبت فطيم البشر؟ ظل حزن فطيم البشر متجدد بعد ما فقدت اخوانها ثم اولادها، فقدت شريك حياتها زوجها اللي هو ملا عبد المصطفاوي اجبوري. زين. قالت عبد يوم رحلت مات من ركن وانطال هجرك. الله 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 الله. عبد يوم رحلت مات من ركن وانطال هجرك. ما أتمنى يا لولا العبد يدرك، ما تمنينا منازلكم قراب. الله 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 الله. عيدي هذا البيت. عبد يوم رحلت مات من ركن وانطال هجرك. يا سلام. ما أتمنى يا لولا العبد يدرك، ما تمنينا منازلكم قراب. الله الله. وقالت يا عبد لهم بلب حشاي وني، وعبرتهم تذوب الحجر وني، عسى يوم لو مفارق كان وني علي لو ما شفت ضعنا الأحباب. الله الله. من القصص اللي نقلت عن الشاعرة فطيم البشر انه شافت اثنين شباب يمشون خوش بعيدين هم، اي، فشافت طولهم وقصتهم نفس طول ولدها. خوش. فز قلبها من شافتهم، هي تدري بولدها ماكو وغرقانين ومتوفين، خوش. بس كانت على امل، قامت تنتظرهم تريدهم يصلون على امل انهم يطلعون هم. الله اكبر. فعلى هذه القصه قالت يحوش بلغث قلبي وما هم ساكن بي ضمير الشيب. ما هم هذول البدر بيمشون، ما هم مو هم تجبر يا قلب ولفك غياب. الله الله الله.